حماتي فضحتني يوم صباحيتي لما دخلت عليا وشافت اللي انا بعمله. بنوته بعتلي قصتها وبتقول لي احنا عندنا عادات وتقاليد في البلد اللي انا منها، طبعا غير بلد جوزي، ان احنا يوم الصباحيه لازم بنشر على الحبال الملايه بتاعه السرير والبيجامه بتاعه العريس وكمان الطقم اللي العروسه بتكون لابساه. وبكده لما اهلي يكونوا جايبين الصباحيه وجايين ويشوفوا الحاجات دي منشوره بيطمنوا ان بنتهم كويسه، من غير بقى لا سين ولا جيم ولا استفسارات ولا الكلام ده. المهم حماتي طلعت وشافتني كده وانا خارجه من المطبخ بقى فاتحه الغساله وبطلع منها حاجات وداخله على البلكونه، لقيتها بتقول لي ايه ده انت رايحه فين؟ قلت لها هنشر. قالت لي تنشري ايه في يوم الصباحيه يا دي الفضيحه، تفضحينا النهارده لو طلعتي. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي لو طلعت في البلكونه النهارده هتعملوا لنا فضيحه كبيره في بلدنا، احنا ما عندناش الكلام ده. قعدت افهمها واقول لها ان انا اهلي لو جم وما لقوش ان انا عامله الكلام ده احنا اللي هنتفضح والعريس هيتفضح وهتبقى الدنيا بايظه خالص وكده مش هيطمنوا عليا. احنا عندنا عادات وتقاليد ان هم بيطمنوا على بنتهم من حاجه زي دي، فانا لازم اعمل كده. حماتي طبعا مش مقتنعه وعملت معايا مشكله كبيره ودلوقتي هي مخصماني ومش عارفه اعمل ايه.